يقيلوه بسبب هذا القرار او التعليمات. اقالوه لما جاء يخدم صح في منع بارونات الاستيراد التجاره الخارجيه. معناتها نهار اللي يخدم خدمه مليحه يقيلوه، هذا هو، ونهار اللي يخدم خدمه ماشي مليحه يخلوه في الوزاره. على ما قرانا في الجرائد مليح المعايير هذه، هذا معيار السلطه في اختيار الاشخاص. لا وجد قطاع، دوكا ما تخليش ندافع على القطاع، وجد قطاع بهذا الشكل، وجد هذا القطاع انه يشرف على هذا يعني تسويق الخمور ولا بيعها ولا تنظيمها وبالرخص الى اخره. حب يدير له تنظيم. دوكا هل خلق ظاهره الخمر في الجزائر؟ هنكون واقعيين شويه. ما اريد هل خلق التجاره في نتاع الخمور في الجزائر؟ كان هنالك وزاره محسوب على التيار الاسلامي وكانوا يشرفون على هذا الامر. وزير تاع حماس اللي كان موجود والخمر كان موجود في عهده، ولكن ما نظموش بالشكل اللازم. المعيار البارونات يتاجروا به. هذا جاء قال لك انا عندي رغبه وعندي شجاعه ان البارونات ندير المحد بطريقه او اخرى، ربما ما شرحش الفكره نتاعو، نظروا الناس اليه وكانه تشجيع. انا مش ندافع عليه، ولكن هذا هو الراي اللي تقريبا كان المعيار الذي ظهر به خروج عمار بن يونس من الحكومه كان هو عندما تحدث عن تضارب في المصالح بينه وبين وزير الصناعة أو تضارب في الصلاحيات، تحديدا تصريح حول مصنع بيجو في الجزائر. لماذا لم تقم السلطة بإقالة بن يونس عندما كان الشعب يثور عليه بسبب الخبر، وتركته حتى تصادم مع وزير الصناعة في نفس الحكومة؟ هذا اللي نحب نقوله. ما هو المعيار؟ يا سي قادر